السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل النهاردة مع بعض قرص الأفران. النهاردة عايزة اقول لكم الفيديو بسيط وموفر جدا، يعني هنعمل بشوية دقيق ومية كده من غير اي اضافات تانية كتير. شوية قرص حلوين قوي موفرين لينا، وطبعا انتوا داخلين على مدارس، فالقرص دي ممكن تبقى بديلة شوية للسندوتشات سواء حلو او حادق. بجد هتبقى موفرة ليكي جدا. كمان جودتها حلوة، انتي اللي عاملاها في البيت، وهتبقى بطريقة مضمونة قوي، سهلة وبسيطة كده وجميلة. ما تنسيش اللايك، كملي معايا لاخر الفيديو. يلا بينا. هشتغل النهارده بنص كيلو دي، ودي اقل كميه ممكن نعملها، وهنطلع بشويه قرص كتير كده. هنا ضفت نص معلقه من البيكنج باودر، وكمان عندي نص معلقه من الملح. قلبتهم بشكل كويس جدا. بالنسبه لنوع الدقيق، يا دقيق مخبوزات في المقام الاول طبعا، يا دقيق جميع الاغراض، وده بيبقى موجود في كل مكان. هنا بقى بالنسبه للحشوه بتاعتنا النهارده، عندي 4 معالق من السكر ومعلقه كبيره من القرفه. عايزه اقول لكم المزيج ده حلو جدا، وطبعا مشهور جدا. طبعا لو انت عايزه تغيري الحشو مفيش مشكله، قلنا سواء حلو او حادق. في عجان او في بوله هنزل عندي كوبايه من الميه، العيار بتاعها 200 مللي. كمان عندي هنا 65 مللي من الميه، نزلت نصهم وبسيب نصهم طبعا لو احتجتهم او ما احتجتهمش على حسب امتصاص الدقيق للميه. نزلت معلقه كبيره من الخميره، معلقتين كبار من السكر، عندي هنا كيس من الفانيليا، ومعلقتين كبار من اللبن البودر. وعايزه اقولك اللبن البودر هنا اضافه، يعني ممكن اشيله ممكن اسيبه، لو هو يعني هيبقى تكلفه بالنسبه لي، ولكن هو بيدي طعم حلو قوي للمخبوزات. هنا بقى نزلت عندي النص كيلو من الدقيق، ويفضل جدا لو انت جايباه سايب ننقله عشان ميبقاش فيه اي شوايب خالص. كمان حته ان الدقيق معاكي مش لازم يبقى مركون، مش لازم يبقى ليه ريحه خالص خالص على فكره، عشان كمان ما ياثرش على طعم المخبوزات. بشغل عندي هنا العجان، وببتدي بقى اشوف كده بالشكل، يعني بالنظر. لو انا عايزه ميه هبتدي ان انا ازود شيء في شيء كده لحد ما العجينه تكتفي معايا. وزي ما قلنا مش كل دقيق ليه امتصاص واحد للميه. في دقيق اللي هو بيبقى عرقه جامد قوي على فكره، برضو عشان تبقوا انتوا عارفين، اللي هو بيبقى ليه عرق جامد ده بيحتاج ميه اكتر على فكره. هنا بقى كنت خلاص وصلت للقوام اللي انا عايزاه، قوام كويس مش محتاجه اي سوائل تاني. هنزل هنا ربع كوبايه من الزيت او 50 ملي من الزيت. عايزه اقولك اضافه الزيت بعد العجن او بعد ما بخلي القوام بتاع الدقيق والسوائل يبقى عجينه معايا، بيبقى اخف شويه الطعم بتاع القرص، بيبقى اخف شويه عن اني بضيفه مع الميه في الاول خالص في اول العجن. ده بيبقى تقيل شويه، فعلى حسب رغبتك زي ما انت عايزه في الاول او في الاخر مفيش مشكله. هنا طبعا خدمت العجينه بتاعتي مش اقل من 10 دقايق عشان تاخد قوام كويس جدا زي ما انتم شايفين. طبعا هيطول شويه مده العجن دي لو انت بتعجني على ايديكي. المهم ناخد في الاخر نتيجه كويسه، عجينه طريه لينه كده وناعمه مفيهاش اي تعريق خالص، وكمان ما تكونش بتلزق. هحطها عندي هنا واسيبها لمده تلت ساعه. طبعا احنا في الحر، لكن لو في الشتاء الوقت شويه بتاع التخمير هيزيد. هنا كانت العجينه بتاعتي رفعت زي ما انتم شايفين، ما سبتهاش وقت كتير. المهم ان احنا نغطيها بشكل كويس عشان تتفاعل بسرعه وما تقعدش وقت كتير. عايزه اقول لك كمان بالنسبه لخطوه الخميره، لازم نكون متاكدين كويس جدا من الخميره اللي احنا بنستعملها، ده علشان نتفادى خساره العجين اللي احنا هنشتغل فيه وتبقى تكلفه على الفاضي. فلو عندك خميره يعني بقالها كتير عندك، او بتستعملي نوع جديد، لازم تعملي اختبار الاول كده في شويه ميه ومعلقه من السكر، وتشوفيها لو اتفعلت نستخدمها على طول. هنا طبعا عملت رول كده للعجينه، وابتديت ان انا اقسمها وبقرصها او بكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بالنسبه لكل كوره لو انتي عندك ميزان هنشتغل بيه، وهتبقى كل كوره 50 جرام. تقدري تخليها اقل من كده، تقدري تخليها اكتر من كده، عندك لغايه 70 جرام مفيش مشكله خالص. الحجم ده بيرجع ليكي انتي. هنا بعد ما كورتهم ابتديت بقى ان انا ارصهم عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واسيب مسافات بسيطه لان انا هشتغل على طول مش هطول. نيجي بقى هنا علشان نعمل الدهان بتاعنا. عندك معلقه من العسل الاسود، ماشي. عندك معلقه من العسل الابيض، مفيش مشكله. انا طبعا كان عندي عسل ابيض فحطيت معلقه، ومعلقتين كبار من الميه، قلبتهم كويس جدا مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندي هنا كمان كميه كده من السمسم المحمص، ونبتدي الشغل بتاعنا على طول. طبعا انا سبت عندي العجينه تستريح بس 5 دقايق، مش اكتر من كده خالص، عشان لما اجي افرد ما تمطش معايا وتأستك كده، فهتبقى تعباني ومش احسن حاجه. بفرد عندي العجينه زي ما شفتوا كده على الرخامه، وبشيلها، وببتدي ان انا احط عندي معلقه كده من الحشوه،
وبعد كده للدهان، ومن الدهان للسمسم. وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده ببتدي ان انا ارصها عندي في صينيه، سواء صينيه ألمونيوم او صاج او تيفال. التيفال طبعا ما بيدهنش، مش بيلزق، ولكن لو الصاج او الألمونيوم بتدي دهنه بسيطه خالص كده من الزيت عشان ما تلزقش عندك القرص. ببتدي طبعا نكمل تاني كده ونشوف الملاحظات بتاعتنا اللي ممكن ان احنا نتفاداها عشان ناخد احسن نتيجه. اول حاجه بعملها كده لما باجي افرد، وش العجينه عندي بيبقى لتحت، الظهر العجينه بيبقى لفوق، علشان الوش بتاع العجينه ده بيبقى ناعم، فانا محتاجاه كده في وش القرصه من فوق. لما باجي افردها ما بفردهاش كلها سمك واحد، بسيب نص العجينه كده من النص، بسيبها سميكه، وببتدي ان انا افرد كده زي ما انتم شايفين. حرف العجينه بيبقى اقل شويه او اقل في السمك شويه. بحط عندي الحشوه، واهم حاجه خطوه التقفيل. لازم اقفل بشكل كويس جدا جدا، على اساس ان هي اثناء التسويه ما تفتحش مني، لان هي لسه لها تخمير وليها تسويه، فانا لازم احافظ على خطوه التقفيل دي. اما بقى بالنسبه للحشوه، ممكن احشيها الحشوه دي، ممكن احشيها نوتيلا، ممكن احشيها اي نوع جبن انا حباه، مفيش مشكله خالص. يعني نخليها حلو نخليها حادق. يعني لو انا ممكن اعمل كيلو من الدقيق، اخلي نص حلو ونص حادق، برضو هيبقى منجز معايا في السندوتشات بتاعه الصبح. بالنسبه بقى للسمسم، ممكن تبدليه. ممكن احط عندي زي ما انتم شايفين كده، ده كان شويه كده من الجوز الهند، حبيت ان انا اعمل يعني جزء بالسمسم وجزء بجوز الهند، مفيش اي مشكله خالص. ممكن برضو نستغله، يبقى الجوز الهند للحاجات الحلوه والسمسم للحاجات الحادقه، وكله برضو هيرجع لرغبتك انتي بتحبي ايه او ما بتحبيش ايه. هنا بعد طبعا ما عندي كده خلصت الصينيه او الصاج، ببتدي ان انا ابططهم بالشكل ده. بس عايزه اقولك، لو العجينه معاكي او القرصه معاكي وانتي بتفرديها لسه بتأستك، سيبيها كمان 5 دقايق وافرديها فرده كويسه، وبعد كده حطيها في مكان ضلمه لمده نص ساعه تخمر، وهتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نتكلم بقى على خطوه التسويه. اهم حاجه بشغل عندي الفرن، لازم يسخن الاول قبل ما بدخل اي حاجه خالص لمده 10 دقايق. بشغل من تحت بس على درجه حراره 200. بدخل الصاج عندي في الرف اللي في النص، اول لما بياخد لون كويس من تحت اطفي واشغل الشوايه، واكون معاها كده لحظه بلحظه عشان ناخد لون حلو، يعني القرص ما تلسعش مني من مكان، ما تبقاش واخده لون في جزء من الصينيه قوي والجزء التاني ما خدش لون خالص. وزي ما انتم شايفين واخده لون حلو جدا من تحت ومن فوق. اهم حاجه برضو لازم نخلي بالنا من شويه تريكات كده عشان بجد تبقى نتيجتها حلوه جدا. وطبعا لما بتبرد احطها في اكياس وفي الفريزر، لما بحتاجها بطلعها. وبجد مفيش احلى من كده ممكن تعمليه، ولا احسن من كده توفير. ما تنسيش اللايك والاشتراك وللمتابعه، فعلى زر جرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.